السلام عليكم، مرحبا بكم وصفة جديدة من وصفات شوات منوعة مع بشرى. غادي نشارك معكم ميني بسطيلة اللي بالمذاق ديال السبانغ وكفتة ديال الدجاج كأنها نكهة ديال الحوت. وكذلك غنشارك معكم هاد الوصفات اللي هما ساهلين وبساط وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم لانها وصفه كتجي بنينه بزاف، واهم انها سهله وبسيطه وغادي تبقى معتمده عندكم خصوصا في هذا الصيف. نخليك تسمع الفيديو طريقه التحضير فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في المقلاة غادي نضيف واحد الكميه ديال البصل مقطعين قطع صغار وكذلك شويه ديال الزيت. غنشحر البصله مزيان وفي الاخير غادي ندير واحد الزلافه عامره ديال السبانغ. خديت ديك الربطه ديال السبانغ، غسلتها نقيتها ونشفتها وقررتها بهذه الطريقه هذه. غادي نشحرها مع البصل مزيان وفي الاخير غادي نضيف عليها 3 حبات ديال الجزر المحكوكين بالحكاكه رقيقه. بالنسبه للعطريه غادي نضيف واحد شويه ديال الملح. نحاولوا اننا ما نكثروش الملح لاننا غنستعملوا صلصه الصوجه اللي كتكون مالحه بزاف. ضفت بودر ديال الثوم. اللي عندكم السمك ديال الحوت متوفر استعملوا، او تستعملوا العطريه ديال الحوت اللي عندكم في الدار. هنا ضفت ملعقه ديال العطريه ديال الحوت ما كانش فيها الابزار، وضفت عليها واحد شويه ديال الابزار. خلطت مزيان حتى تشحر هذاك الجزر وطاب الجزر تخليه يطيب مزيان. وضفت واحد الكميه ديال الكفته ديال الدجاج ومعلقه كبيره ديال صلصه الصوجه. غادي نخلط مزيان وغنبدا نفرتس في هذاك الكفته تاع الدجاج باش يدخل لها الطياب. الكفته تاع الدجاج راه دغيا كطيب، خاص غير الجزر يكون طيب في الاول. هنا من بعد ما طابت الحشوه غادي نستعمل الشعريه الصينيه اللي من قبل رطبتها في الماء طيب وقطعتها وسقطرتها مزيان. غادي نحاول انني نخلطها مزيان في هاد العطريه بواحد 3 دقائق تقريبا باش تشرب العطريه ديال الدجاج ونخليها على جنب تبرد. هنا خديت الورقه ديال البسطيله قطعتها على 4، دهنتها بالزيت مزيان. ضروري ندهنوها بالزيت، ما غنستعمل لا زبده لا والو، غنستعمل غير الزيت بوحدو. غادي نضيف كميه ديال الحشوه باستعانه ابيض البيض باش كنجمع به هذيك الورقه ديال البسطيله باش من تدخل الفران ما تحلش. يمكن لكم ديروا شويه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء باش تجمعوا به ديك الورقه ديال البسطيله. غنحاول انني نستعمل كره وسط من هذيك المثلث الثاني وغادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه. كان مشى ليا واحد الفيديو واحد التصوير بانني واحد الكميه الاخرى اللي بقات استعملتهم على شكل سيجار. خديت غير مثلث حطيت فيه الحشوه طول، جمعت من الجوانب ولويتهم وحطيتهم على جنب. ملي كتكون عندك الورقه يمكن لك هذيك الساعه تنوعي بالورقه كيف ما بغيتي، ديري مربع دائري بحال شكل طريقه ديال السيجار. هذيك الساعه كيبقى مجرد الاختيار ديالكم نتوما في التنويع ديال البسطيله. بالنسبه للورقه ضروري ندهنوها مزيان بالزيت، ودائما الحرشه هي اللي كنحطوا على الحشوه والرطبه هي اللي كتجي على برا. انا حاولت انني نوريكم الحشوه لانني ملي طيبتها ما وريتهاش لكم في الاخير. صافي غادي نكمل لهم كاملين بنفس الطريقه وغادي نستعمل طريقه اخرى ديال السيجار. غادي نستعملهم في اللاطه. ما عندكمش داك الورق ديال الطبخ دهنوا اللاطه غير بالزيت وحطوهم. في الاخير غادي ندهنهم انا من الفوق بالزيت، ما غندير لا زبده لا بيض لا حتى شي حاجه. غندهنها بالزيت مزيان ونديروا شويه ديال الجبن من الفوق يطيب معاه او تخلوه حتى يطيب. عاد تستعملي واحد كميه ديال الجبن مبشور صافي في الاخر تخليه كشكل تزيين. هذا هو السيجار اللي خدمت به حتى هو بهذه الطريقه هذه. في الاخر تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هاد بسيطلات كيجيو في النكهه ديال الحوت. يعني راه ساهلين وبساط. غندوز معكم الحشوه الاخرى اللي كيف ما قلت لكم اللي كتجي لذيذه في المذاق بنينه. البنات غير جربوها. وريتكم كميه ديال البطاطا اللي غادي نستعمل، درتها في الماء وغادي نخليها تسلق مزيان مع شويه ديال الملحه ونحيد لها القشره ونقطعها دوائر. هنا في المقلاة درت واحد الكميه ديال البصله، لاحظتوا معايا درت واحد الملعقه صغيره ديال الزيت. غادي نشحر البصله مزيان وغادي نضيف واحد الكميه ديال السوسيس. حاولوا انكم ما ديروش الزيت ولا ديروا ملعقه صغيره لان هاد السوسيس راه كيعطي واحد الكميه كثيره ديال الدهنيات. يعني في الاول ما تستعملوش الزيت وديري ملعقه صغيره. هنا كتبقى عندي واحد الكفته شويه في الثلاجه ضفتها معاها. ما عندكش كفته اختي ما تستعمليهاش، استعملي غير السوسيس بوحدو. ضفت شويه ديال الملحه، التحميره بابريكا والكركم يعني الخرقوم والفلفل الاسود الابزار. غادي نشحرهم مزيان حتى كطيب هذيك الكفته مع الصوصيز دغيا كيطيبوا. كنبقاو دائما مع التحريك المستمر حتى كطيب هاد الحشوه.
لاحظوا معايا الكميه ديال الزيت اللي طلق فيها داك الصوصيص. هنا درت القزبر، داك القزبر اليابس هو هذا. وفي الاول درت الزعتر مطحون، كنت نقيته بيديا وغسلته من قبل وكنوجدو كنطحنو في القرايه وكنخليه. هنا ضفت ملعقه كبيره ديال المطيشه مطحونه، او ديروا ديك ديال العلاب ولا ديك ديال الكرتونه صلصه الطماطم. المهم بالنسبه للمطيشه كديروا ملعقه كبيره، وخليت الحشوه على جنب تبرد. هنا غادي نشارك معكم صلصه البيشاميل. كنديرها بالطريقه هذه، الا ما كانش عندي الوقت كافي كنستعمل هاد الطريقه هذه. كناخذ الساشيات كنخليهم كاحتياط عندي، نصف لتر ديال الحليب مع ديك الساشيه ديال صلصه البيشاميل، كنخلطها مزيان حتى كطيب ديك صلصه البيشاميل، كنخليها على جنب. الا كان عندي الوقت كافي البنات راه كنحاول انني نقادها في الدار على الطريقه ديالتي. صافي هنا غناخذ هذا المول ديال الزاج دهنته غير واحد شويه بالزيت. غادي ندير في دوائر ديال البطاطا. انا غنحاول ندير 2 مول ديال الزاج. بغيتو تستعملوا واحد كبير تخدموا، كيبقى مجرد الاختيار ديالكم على حساب الاطار اللي عندكم نتومايا. ضفت دوائر ديال البطاطا، ضفت عليهم الحشوه، ومن بعد غادي نضيف عليها صلصه البيشاميل من الفوق. هاد الحشوه راه كيف قلت لكم في الاول حاولوا انكم تجربوها لانها تستحق التجربه، راه كتجي بنينه بزاف، غتبقى معتمده عندكم خصوصا في هذا الصيف اللي كتبغوا الوصفات اللي كيكونوا ساهلين وبساط. صافي درت البطاطا، درت الحشوه، درت صلصه البيشاميل، عاوتاني درت البطاطا والحشوه، وغادي نضيف صلصه البيشاميل من الفوق، وغادي ندير جبن مبشور، اي جبن متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوه. صافي انا درت هاد الجوج بحال هكا بهاد الطريقه هذه اللي اكله صيفيه وسهله. غندخلهم الفران غير على نار ملتح، بلا تجمعت هذيك الحشوه مع صلصه البيشاميل كيتحمر هذاك الجبن. صافي كنخرجوه من الفران. ها هي مازال باقا سخونه، خرجتها من الفران، غتشوفوها معايا كيفاش كتجي. من بعد غادي نقطعها معكم، غادي تشوفوها معايا كتجي معلكه وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه بغيتو تستعملوا كفته استعملوها، ولكن البنات نكهه تاع الصوصيص زاد عطاها واحد النكهه، عطاها واحد المذاق اللي جات بنينه بزاف. نتمنى هذا الفيديو اللي شاركت معكم ينال الاعجاب ديالكم. ولا كنتي اختي مهتمه بالوصفات ديال الطبخ، مرحبا بك اختي والف مرحبا. ولا كنتيش اختي مشتركه اشتركي وفعلي الجرس باش توصلي بجميع الوصفات. وان شاء الله راه كنحط لكم بعض المرات الفيديوهات قصيره، وغادي نشارك معكم وصفات صيفيين اللي غيكونوا ساهلين كيف العاده. نشكركم مره اخرى على المشاهده، والى اللقاء، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.